نزلت انت بتخمس في وشي. بتعلم التخميس. يدك صغير. دي حاجات صغيره. ايوه بحال بسكويت ديال اللاجلاس. صح كده. بس هو مفروض ديال لافان. ايه لافان. ده كوري اصلا، راجل كوري تايه. انا بحاول ان انا اوديه المكان اللي هو عايزه. لافاني المغربي هذاك اللي تكون فيه بولو ايس كريم. يا عم وسيله صح. ودوني في السيرش. عايز اقول لكم الضحك ده في المطار، انتوا متخيلين؟ توحشتكم بالذات. طبعا انا بقالي كتير ما عملتش فيديوهات. طبعا بقالي حوالي 3 شهور في مصر بسبب الخدمه. توحشت اهلي في المغرب، توحشت المغرب، توحشت مراتي، توحشت بنتي كبرت ومش عارف بقى شكلها عامل ازاي دلوقتي. طبعا بشوفها في الفيديوهات يعني او في الكاميرا. فطبعا انتوا حاسين بالناس اللي بتبعد عن عيالها وبتسيبهم وبيرجعوا ده، وما شاء الله هي عماله بتكبر. كان نفسي اكون معاها طبعا. فالفيديو ده هينزل وان شاء الله لما تكبر تشوف الفيديو ده وتعرف ان انا حاجه تزعلني طبعا. انت تضحك على ايه؟ اتقابلت بقى مع جوج دراري. الله يعمرها دار مغاربه في مطار القاهره هنا. لكن هم مش جايين معايا يعني، خلوا بيا يعني. فهيطيروا على دبي. كانوا هنا في سياحه في مصر. وانا اعرفه لكم الدكتور عبد الرحيم. اخبارك ايه؟ نورتني. اول ما شافني قال انا عارفك. توصف بليز هنا اخويا. خدت بالك من الفرنش ديالي؟ ده واعر. واعر بزاف. دكتور عبد الرحيم ولد كازا العزه الصاد. والله نورتك يا احمد زيدان. والله اقسم بالله. تعالى انت مستخبي في واحد بقى. لا انت ترجع لورا عشان انت طويل قوي. ايوه. انا عرفت سميتك. سميتي ياسين. ياسين. والله العظيم ده راجل زي السكر. انا قعدت تقريبا فاضل ساعتين تقريبا على الطياره. فاضل دلوقتي نص ساعه. قاعد الوقت ده عمالين بنهرج ونضحك. لا وايه بقى الدكتور عبد الرحيم ما اقولكوش على الدرجه المصريه دياله بقى. واعي. كان عايش مع مصريين. عايش مع بص واعي. تحس ان هو بصوا من شبرا مصر. طب قول لي انت بتشتغل في ايه في دبي؟ انا الشريك ديالي في الشامباني ديال كوزميتيك. وانت عندك شركه بيطريه بيطريه. هو دكتور بيطري وعنده شركه كوزماتيك في دبي. صح كده؟ شركه طرود. تمام. وفي فرع في كوريا. واخدين بص ما شاء الله عليه. حبيبي يا دكتور والله نورتونا. طب ممكن يعني قبل ما نقفل الفيديو مثلا هسألكم على كام حاجه سريعه كده. بعيد احنا انا دايما بطلع في الفيديوهات انا ما بتكلمش في سلبيات، لان السلبيات موجوده في كل بلد. صح. كاينه ولا ما كايناش؟ كاينه وباينه. كا ولا ما سمكه معلم. طيب انت دلوقتي ياسين نزل مصر مره واحده. وانت يا دكتور نزلت انت بتخمس في وشي. بتعلم التخميس. طب علاش بترجع لمصر تاني؟ والله مصر والمغرب تقريبا شبه. يعني نفس الشعب نفس انا طبعا حاجه تشرفني ان انت بتهدر بالمصريه. لكن هنهدر بالمصريه عشان يعرفوا ان انت بتهدر بالمصريه، وهنهدر بالمغربيه. احسن حاجه لقيت في مصر بصراحه يعني كتشبه المغرب، خصوصا الفول المصري. الفول المدمس دي. انت تعرف ان الفول المدمس ديالنا ده بحال بصار. لا الفول حاجه والبصاره حاجه. احنا عندنا في بصاره في مصر. انا دكتور انا ما باكلهاش. انا عارف هيك الدرب ما كيكونش الماكله في والله. لكن انت لا انا قصدي ايه يعني احنا عندنا مثلا وجبه الفول دي كل يوم الصبح مثلا. وطبعا في ناس ما بتاكلهاش كل يوم الصبح عشان القولون. بس دي اساسيه يوم الجمعه بحال الكسكس بتاعنا. كل يوم جمعه الكسكس. لا احنا عندنا ايه؟ الفول وتجيب الفلافل اللي هي الطعميه مع شويه مش عارف ايه. هوبا ده الفطار بتاعنا. انت فاهم؟ وشيك كشري. صحيح شيك كشري. مظبوط. شيخ 50. شايف عارف انت عرفت طيب يعني ايه شايف 50 ولا عرفت؟ لا لحد الان انا بقى بدفع 50 جنيه يعني. لا 50 جنيه شيء على عرق. تخلي الناس ما تنزلش عشان لو هو شيء 49 لا عشان ما ياخدش باقي. قسما بالله انا ما شفتش خفه دم. انا هقول لك على حاجه واحده في مصر. بصراحه قعدنا جلسنا في فندق ام كلثوم. ام كلثوم. الحاجه الوحيده اللي عجبتني
انه كل غرفه اسم اغنيه. احنا والله لازم حياة- تزوروه. انا حيرت قلبي. لا كده هيفهمونا غلط. والله زعلت وقلت لهم ودوني سيرش. عايز اقول لكم الضحك ده في المطار، انتوا متخيلين؟ انتوا ما سمعتوش هو قال لكم ايه؟ قال لكم نزل في فندق. ما تستني يا وليه بقى. رجعنا لكم بعد ما الوليه خلصت عشان الحوار ده ضحكنا اقسم بالله، لسه سامعه دلوقتي حاجه. بس انا اقول لك حاجه، نعيد عشان هم ما سمعوش من الوليه. أنا- بيقول لك اول ما نزل قعد في فندق اسمه ام كلثوم. الزمالك. واحسن حاجه ان في الفندق عاملين اسم الغرف او ارقام الغرف، لا بقى اسماء الاغاني بتاعت ام كلثوم. بالظبط. كانت اسمها ايه؟ حيرتي قلبي. حيرت قلبي. وما حبش الاوضه، زعل، راحوا مودينك فين؟ انت عمرك. بس مش ده المشكله. أمال. المشكله تخيل معايا لو مثلا نفس الفندق بس في المغرب بتاع سنهاج. هيعملها ازاي دي؟ يا ابني انت ما تدخلناش يا ابني في السياسه يا ابني. دي السياسه الموسيقيه. تحيه سنهاج. تحياتي. طيب ايه الاكلات اللي انت اكلتها أكلات مع ياسين ولا قبل؟ قبل او مع ياسين؟ طب استنى انا هقول لك عشان انا رغيت معاك كتير. استنى يا وليه بقى، احنا ما عندناش غيرك. انا بحب طبعا استنى لما تتكلم بالفرنسي. رجعنا لكم تاني بعد ما الوليه خلصت. دلوقتي احنا هنسال ياسين، انت اول مره تنزل مصر أول مرة. يعني ايه اللي عجبك كلته اول حاجه؟ الفول مدمس، يا ابني واحنا ما عندناش غير الفول. وانا حبيت الفول والله العظيم. صافي ماشي تمام. ايه بقى اللي جربته تاني مثلا؟ طعميه. يا ابني غيره ده فطار. انت كنت جاي تفطر بس وماشي. والله بناكل اغلبيه الوقت كنا ناكلوا الماكله اللي موجوده في البلاد. انا معاك، لكن في اكلات مثلا تبقى مشهوره بيها مصر، زي ما في اكلات طبعا الاكلات كلها مشهوره هذيك بيها. المدوره. ايه اللي مدوره دي؟ لا مؤاخذه. اللي لا انا ما اعرفش حاجه مدوره. طلعنا المقطم. طلعت المقطم. خدوا علم بافلين. انا ماليش دعوه، انا ما بطلعش مقطمات. انا كنت مستغرب انه مسمينه كورنيش، كورنيش بس المقطم. ما فيش بحر. لا مفيش بحر، بس هو الكورنيش اللي انت شايف من مباني يعتبر ربع القاهره قدامك. صح انا طلعت السلميه وكنت شوف سباته ايوه بحال كده، صح كده يا معلم. واكلنا شنو؟ ومشيت الاسكندريه وكلت فريسك. فريسكا. لازم تجربوا ده حاجه بحال البسكويت كده. تمام. وبيكون في حاجه زي العسل. بس بتكون في الوسط، يعني في الاول بتبقى تاكل اي دي حلوه، بس هي عماله بتتحلى كل ما بتتغوط فيها بتتحلى. في فريسكا ثانيه قدك صغيره. دي حاجات صغيره ايوه، بحال البسكويت ديال اللاجلاس. صح كده، بس هو مفروض. ديال لافاني. ايه لافاني. ده كوري اصلا، راجل كوري تايه. انا بحاول ان انا اوديه المكان اللي هو عايزه. لافاني المغربي هذاك اللي تكون فيه بولو. ايس كريم. يا عم وسيله صح. اتفرج عليه لما تطور. ما تقول ايس كريم، اجيب لك بنتي تقول عليه عبكريم. والله طلع عايزه ايه؟ تقول لك عبكريم. يعني ايس كريم. بس طب ما كلتش كشري؟ كشري. لا لكن ملوخيه عجبتك؟ ولكن ما كليتهاش في مصر. كلتها فين؟ مطعم في الامارات. في الامارات؟ لا ده اصول ان انت تاكل الاكلات المصريه في مصر. مع احترامي طبعا المطاعم، طبعا في اكل كتير مصري في الامارات عشان نسبه المصريين اللي هناك. لكن الاكلات الصح بس انا جربت ملوخيه. عجبتك؟ ملوخيه بالارانب. في ساده وفي بالارانب. بالارانب حلو، بس والسادة الارانب لأ؟ نفس طعم الدجاج. انا ما بحبوش. انا ما باكلوش، انا باكل ملوخيه بس. طب تقول ايه للمغاربه اولاد بلادك اللي فاكريننا ان احنا بناكل الملوخيه دي، هم فاكرين بتاكلوا حنه. لا في المغرب الملوخيه حاجه اخرى. لا وانتوا عندكم عاملة كده. الملوخيه هي الباميه. هي الباميه صح كده؟ احنا عندنا الملوخيه زي ما الملوخيه بقول دايماً. المصريه ورق. ورق وبتخرط لازم ولكن لا بنين. مصري مسخوط اكتر مني والله. لازم تشهى. يا ابني انت راسك متاكله، انت رايح فين؟ عندك مشوار فوق. نزل شوي. عنده مشوار فوق. طالع معاك برمي للطول ده طيب. طلع على غدا. يا وليه احنا اخر مره هرجع لكم عشان اقفل الفيديو ونرجع لكم. رجعنا لكم بعد الوليه. طبعا احنا معلش احنا اسفين طولنا عليكم. انا عايز ارحب بيكم في مصر تاني، دي بلادكم طبعا، انتوا مش محتاجين من الكلام ده يتقال. وانت ليك صحابك مصريين اكيد في الامارات.
في الامارات، في كوريا، في كوريا. بص المغرب. ابن كوريا هو اصلا الراجل ده ما يعرفناش بس. طيب اخر حاجه لقيت الماكله المغربيه في مصر. طبعا اول فندق نزلنا فيه في مصر لقينا فيه مطعم مراكش، مطعم اكلنا فيه بسطيله وطاجين بالبرقوق وصالاد ماروكا. واللي تمينه حلوه. واللي مخدمين بقى هناك في شيف مغربي صراحه، شيف مغربي، ولكن الستاف في مصر. صف مصر. اها، ولكن الشيف تبارك الله عليه. تبارك الله. صح. مراكش. مراكشي اهل البهجه، تحياتي لاهل مراكش. وتحيه للسيد احمد فاسي. والله فرحانين حيت لقينا معاه. والله العظيم قسما بالله انا فرحان اكتر منه. والله درب انا اول ما دخلت شفته عرفته لانه مشهور ما شاء الله. حبيبي تسلم. كان من يعني من امنياتي ان نلتقى. حبيبي العزه الصوت. وتحيه للزيروكات. الناس دول عايزين، انا ما اعرفش راح يحميوك، راح يحميوك. اصلا تحياتي للزيروهين كات، مش زيرو كات واحد. شرفت بيك يا اخويا ياسين. واسمحوا لنا ان احنا يعني ان انا غبرت عنكم، وهرجع برضه واقول بلادكم تاني. مرحبا بك. نتلاقى في في المغرب. اي وقت، نتلاقى في المغرب، نتلاقى في مصر ان شاء الله. وان شاء الله باذن الله عندي خدمه هناك باذن الله هكلمك ان شاء الله. قدامكم انا بشهدكم على ولد بلادكم. هتنزل مصر، انت معاك رقم الواتساب ديالي. ماشي. تقول لي يا احمد قول يا صاحبي عادي ماشي مشكله. يا احمد انا نازل مصر، ماشي. هقعد 10 ايام، هقعد اسبوع، هعمل لك البلان الزوين اللي انت تعمل، وهخلي حد ياخدك من المطار. اي حاجه تعوزها لو انا مش في مصر هتلاقي واحد معاك. صلى الله يحفظك. والله العظيم ما هقدر اخوي. وانت كمان في المغرب. والله ما اقدر اخوي والله. اي وقت. انا بقول لك هتعوز اي حاجه، هقول هتكلمني دي سعرها حلو، اقول لك لا سعرها وحش، في الحته الفلانيه سعرها حلو، مش اي حاجه. ان شاء الله. اتفقنا؟ ان شاء الله. وانتوا كمان على فكره مش هم بس. مرحبا دايما بكم. بقول تعالوا لكم مصر، رجعوا مصر واعروا. ما غتندموش. انا الجيت بتاع الطياره قدامه ربع ساعه، هو فتح بس انا تقريبا اخر واحد، وهيتبص لي بقرف وانا داخل من الفكره الطياره. الاوليه كانت بتنادي. اقسم بالله وانا اللي عامل عبيط. اشوفكم على خير يا جماعه. ماشي، اتشرفت بيكم جدا والله. احنا تشرفنا بك. العز يا ولاد كذا. Ahmed Zidane.